السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. لو جربتوا طعم بسكوت العيد أكيد عرفتم قد إيه بيعمل للعيد طعم خاص. النهاردة هقول لكم على طريقة سهلة وسريعة تحضروا بيها بسكوت العيد في بيوتكم ويكون طعمه زي الجاهز بالظبط. بسم الله، يلا نبدأ مع بعض. نقول على طريقة سهلة جدا للمقادير. هنجيب كيلو دقيق، نص سمنة، ربع سكر. سهلة كده جدا. السكر بقى لو انت عايزه تحليه شويه كمان شويه زياده بتحطي كمان 50 جرام، يعني 300 جرام. بس خلي بالك كل ما هتكتري سكر كل ما البسكوتيه بتنشف معاكي. الاول بنحط السمنه بتاعتنا، نضربها شويه شويه لحد ما تبقى كريمي معايا. بعد كده بنجيب السكر البودر ونحطه برضو شويه شويه ونضرب فيه لحد ما يبقوا حاجه هشه كده مع بعضيهم الاتنين. اوعي تكوني وصلتي لحد هنا وما عملتيش لايك او اشتراك للقناه. وبننزل السمنة والسكر اللي قاعدين في الجناب عشان يتضربوا معانا كويس. دلوقتي احنا هنختار واحنا بنعمل هنعمله بايه، بالبرتقان ولا هنعمله عادي سادة عادي. لو بالبرتقان هنحضر نص كوباية عصير برتقان، ولو في برتقان كويس جدا هناخد بشر البرتقان، بشر برتقانتين نحطهم عليه بيديكي طعم جميل جدا يوديها في حتة تانية. ولو اخترت اعمله من غير برتقان هنعمله سادة، في حاجة عندك هتحطي نص كوباية لبن، بس في حاجة لو هتعمليه بالنشادر هتجيبي اللبن تدفيه وتاخدي نص معلقة نشادر وتقلبيها في اللبن، هتحطيها عليه وتحطي نص معلقة بيكنج باودر. مش هتستخدمي نشادر ان النشادر بتخفف البسكوتية، مش هتستخدمي نشادر بلاش، استخدمي بيكنج باودر، هتستخدمي باكو بيكنج باودر. لكن لو هتستخدمي النشادر هتحطي معلقة بيكنج باودر بس مع نص معلقة النشادر. دلوقتي هنحط البيض، بنحط 4 بيضات على كيلو البسكوت ونص معلقة صغيرة فانيليا. بنحط كل بيض يعني بيضة 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 بنحطها ونضربها شوية، وبعد كده نحط البيضة اللي بعد كده اهو لحد ما تبقى هشة. وعايزة اقول لكم على حاجة، احنا نضرب الخليط دهوت بالمعقول. يعني ضربنا البيض خلاص راح معانا، نضرب المعقول. ليه بقى؟ لان احنا لو ضربنا ياما قوي الخليط ممكن يفسد مننا، وفصلان الفصلان دهوت ممكن يخلي البسكوتيه تفرش معانا. اللي بيخلي البسكوتيه تفرش ايه معانا؟ كتر السكر وكتر ضرب الخليط دهوت اللي احنا بنعمله. بنضرب الخليط وكل شويه لازم نلم المكونات اللي في الجناب علشان اللي ما اتضربش ينزل معانا. كده احنا بنحط البرتقال، انا كده ده عاملاه بالبرتقال، فكده نص كوبايه برتقال حطيناها مع بعض. بعد كده بنجيب الدقيق وبنحط عليه البيكنج باودر وبنحطه حبه حبه، بننخله وبننزله شويه شويه مع العجن، وما نعجنش في البسكوت ياما، يا دوبك نلم العجينه. السمنه بالدقيق نلمهم على طول، نلمهم مره واحده بس مفيش عجن فيه. لو لقيت العجينة ملزقة معايا بحط لها معلقة دقيق وتاني دهكها بيها. لو لقيت العجينة وانا جيت استخدمها وجيت لقيتها بتقطع مني احط لها معلقة سمنة وادعكها برضو بيها، بإذن الله هتبقى جميلة. بعد كده هنخش على تقطيع العجينة. عندك مكنة هتقطعي بيها، عندك هتقطعي بيه، بإذن الله هتيجي معاكي، بإذن الله هيشتغل بيبقى كويس معاكي. ما شاء الله العجينة في الآخر بسكوتية ما شاء الله طرية وناعمة وماسكة نفسها في نفس الوقت.